ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض الكرواسون في البيت بطريقه حلوه قوي. طعمه يجنن، سهل قوي وبسيط. بصوا قد ايه هو هش ومورق وحلو قوي. عملناه النهارده بطريقه سهله قوي وبسيطه. ممكن طبعا نحشيه جبن، ممكن نحشيه مربى شوكليت، اي حاجه انتوا بتفضلوها. انا حبيت المره دي اعمله ساده. تعالوا نشوف عملناه ازاي بطريقه حلوه قوي وبسيطه. اول حاجه، انا عندي كوبايه لبن دافيه. عندي بقى معلقه خميره كبيره. عندي معلقتين سكر كبار. هبدأ أضيف كله كده على بعضه، وهقلبه كويس جدا، وهسيبه تقريبا حوالي 5 دقايق 10 دقايق كده لحد ما الخميرة كده تبدأ تتفاعل وترتفع معايا. أنا محضرة بقى تقريبا حوالي 3 كوبايات ونص دقيق. هبدأ أضيف على الدقيق بتاعي معلقة صغيرة بيكنج باودر. عندي بقى رشة الملح بتاعتي، وهقلب كله كويس مع بعض. انا عندي بقى الخميره بتاعتي خلاص بدات تتفاعل كده وترتفع، وحجمها بدا يتضاعف كده وتعلى. عندي بضايه بدرجه حراره الغرفه. هبدا اضيف البضايه واقلبه كويس جدا مع بعض. عندي الدقيق بقى بتاعي، هبدا اضيف السوائل بتاعتي كلها على الدقيق، وهقلبه بقى كويس جدا مع بعض ونبدا نعجن. الكرواسون من الحاجات اللي بتحتاج عجن شويه كتير، يعني ممكن ناخد حوالي 7 8 دقايق، ممكن اكتر 10 دقايق، بس عشان يطلع النتيجه بتاعتي حلوه قوي. هو هنبدأ نلم الدقيق بتاعي كده. العجينة شوية مش هتحسوا ان هي خفيفة، العجينة تقيلة شوية. هبدأ اضيف معلقة زبدة بدرجة حرارة الغرفة عليها، نعجنها تاني كويس مع بعض. لازم الزبدة تبقى بدرجة حرارة الغرفة عشان تبقى سهل في العجن. بدأت بقى انزل على الرخامة بتاعتي، نبدأ بقى نعجنها كويس جدا حوالي 10 دقايق كده عجن متواصل. هبدأ بقى ألم العجينة بتاعتي وهسيبها ترتاح قبل ما اشتغل بيها تقريبا حوالي 10 دقايق ربع ساعة. بصوا العجينة اتعجنت معايا كويس جدا، اتخدمت كويس عشان تطلع الكرواسون حلوة قوي معايا. سبتها ترتاح حوالي تقريبا 10 دقايق ربع ساعة. هبدأ بقى ألمها وانزل أشتغل بيها. أنا هبدأ أقسم العجينة بتاعتي لكرات تقريبا حوالي 10 كرات، كلهم نفس الحجم كده. أنا بقسمها كده بشكل تقريبي، وبعد كده هبدأ بقى أظبط الكرات تبقى نفس الحجم تقريبا كلها. بصوا سهلة قوي. ادام العجينة بتاعتي مخدومة صح هتلاقيها سهلة قوي معاكم في ان انتوا تشتغلوا بيها، وبتبقى حلوة قوي. انا هسيبها ترتاح تقريبا برضو حوالي 10 دقايق تاني قبل ما ابدا اشتغل بيها. عندي بقى هاخد كل كوره كده منهم رشه دقيق تحت ورشه دقيق فوق، ونبدا نفرد بقى الكرات بتاعتي. بصوا ما شاء الله حلوه قوي وسهله قوي في الفرد لان هي مخدومه صح. هبدا بقى افرد الكرات بتاعتي، وما بين كل طبقه وطبقه هنبدا نضيف زبده. انا عندي تقريبا حوالي 200 جرام زبده بدرجة حرارة الغرفة. الزبدة ضروري ان احنا نخرجها قبل ما نبدأ نشتغل بيها بتقريبا حوالي ساعة ساعة ونص كده. الزبدة ما ينفعش ولا نفكها في ميكرويف ولا نفكها على البوتاجاز، لازم تبقى واخدة درجة حرارة الغرفة عشان ما تبقاش سايحة مني قوي ان انا مش هعرف اشتغل بيها يعني. بصوا بدأت افرد العجينة بتاعتي. هبدأ اضيفها واروح حاطه كده معلقتين كده صغيرين من الزبدة، ونبدأ نفردها. هبدأ بقى اعمل الكرات بتاعتي كلها بنفس الشكل وبنفس الطريقة كده. لو جربتوها ان شاء الله بجد هيعجبكم جدا، طعمه حلو قوي ومختلف تماما عن اللي احنا بنشتريه من بره. على فكرة احنا دلوقتي حاليا بنشتريها بسعر، عايزه اقول لكم مش مكلف خالص بالنسبة لان احنا بنشتريه من بره، مش مكلف خالص في البيت، واحلى بكتير وطعمه بجد حلو قوي. ينفع بقى طبعا ناكله مع شوكليت مع مربى حاجة مسكرة، ممكن طبعا نعمله جبن، ممكن نحط سندوتشات للولاد فيه بيبقى حلو قوي. ينفع جدا جدا، مناسب جدا للمدارس. بصوا العجينة بتاعتي بتتفرد حلو قوي وسهل قوي معايا. وهبدأ بقى اجهز كل الكرات بتاعتي بنفس الشكل ونفس الطبقات كده.
انا فردتها، هبدأ اضيفها واروح حاطه عليها من فوق كده معلقتين زبدة ونبدأ نفردها بنفس الشكل. هبدأ اعمل الطبقات بتاعتي كلها كده بنفس الطريقة. اخر طبقة طبعا مش هنضيف عليها اي حاجة من على الوش. انا بقى فردت كل الكرات بتاعتي بنفس الشكل كده. هبدأ بقى اغطيها وادخلها التلاجة تقريبا حوالي نص ساعة قبل ما ابدأ اشتغل بيها. نص ساعة ساعة، انا تقريبا سبتها حوالي ساعة. هبدأ بقى بعد ما خرجت من التلاجة رشة دقيق من تحت ورشة دقيق من فوق، ونبدأ نفردها كده بشكل دائري. انا هقسمها 4 تربع وبعد كده هقسم كل ربع لاتنين تاني. انا عامل معايا تقريبا حوالي 12 واحدة. ممكن طبعا نصغر عن كده الحجم، مفيش مشكلة، بس انا كان بالنسبة لي الحجم ده كان حلو قوي. بصوا هبدأ بقى اقطعها قطعة كده بسيطة، ونبدأ بقى نلمها على جوه بنفس الطريقة كده. سهل قوي وبسيطة. انا بقى هعمل كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة كده. اخر جزء بقى هيبقى لجوه او لتحت زي ما انتم ما شايفين بالشكل ده. انا هسيبها بقى ترتاح براحتها جدا. انا عايزة حجمها يتضاعف، تاخد بقى ساعة ساعة ونص، بس المهم ان هي حجمها يبدأ يتضاعف. انا هسيبها ترتاح. انا سبتها تقريبا حوالي ساعة ونص كده ترتاح براحتها. بعد كده انا كنت مجهزة بضاية، رشة فانيليا، عندي بقى حوالي 4 5 معالق لبن كبار. هبدأ بقى اضيفهم على الوش كده عشان تدي لون حلو قوي. انا في الوقت ده كنت مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 180. انا هدخلهم الفرن تقريبا حوالي 10 دقايق ربع ساعه، طبعا على حسب الفرن بتاعكم. وده كان شكله النهائي. شكله حلو جدا وطعمه يجنن، احلى بكتير من اللي احنا بنشتريه من بره. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. مستنيه طبعا رايكم ومستنيه كومنتاتكم، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية كتير حلوه.